يا صباح الخير والتفاؤل والنشاط، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ فيديو النهارده هنجاوب على سؤال دايما بيجي في بالنا في الاجازه، اللي هو هنعمل ايه في الاجازه. الفيديو ده اتاخر شويه عشان خاطر اخواتنا اللي في ثانويه عامه يكونوا خلصوا امتحانات ونكون كده خلصنا كلنا امتحانات وكلنا في اجازه. النهارده في الفيديو ده هقول لكم هنعمل ايه في وقت فراغنا في الاجازه. هقول لكم 10 افكار هنعملها في الاجازه هتسلينا وفي نفس الوقت هتفيدنا، وحاجات كده حلوه انا نفسي بعملها في اليوم بتاعي. فيلا بينا على الفيديو على طول. اول حاجه هقول لكم عليها النهارده اللي هو نلعب رياضه ونهتم بشكل جسمنا وصحتنا. في الاجازه بيكون في وقت فراغ كبير، نقدر ننزل نتمشى، ننزل نشترك في جيم، ننزل جيم. كل الحاجات دي نقدر نعملها في الاجازه عشان بيكون اليوم كله فاضي، فلو خصصنا ساعه في اليوم هتفرق جدا في صحتنا وهتفرق جدا في شكل جسمنا. تاني حاجه هقول لكم عليها النهارده اللي هو نتعلم لغه جديده. الفتره دي يعني اللي بيبقى معاه لغة بتبقى حاجة كويسة جدا، فاحنا نقدر نخصص وقت في اليوم بتاعنا ان احنا نبدأ نتعلم لغة جديدة او نقوي لغة احنا متعلمينها فعلا، زي الانجليش مثلا. معظمنا بيبقى عايز يقوي اللغة دي، او نتعلم لغة جديدة زي الفرنش. ممكن نتعلم الفرنش، ممكن نتعلم الكوري، ممكن نتعلم لغات كتيرة قوي على حسب انتوا بتحبوا ايه. تالت حاجة هقول لكم عليها النهاردة اللي هو نبدأ نحفظ قرآن. بصوا، ده اكتر وقت مناسب ان احنا نحفظ قرآن كده. ان شاء الله 3 سطور في اليوم. بجد بنفتكر كمان ايام واحنا كنا صغيرين لما كنا بنحفظ، دي كانت بجد ايام جميلة. فنبدأ نرجعها تاني بقى ونبدأ نحفظ كده مع نفسنا، فدي حاجة برضه كويسة جدا نقدر نعملها في الاجازة. رابع حاجة هقول لكم عليها برضه النهاردة نبدأ نخرج ونتفسح. بصوا، هي الأجازة أساسا راحة نفسية، يعني شيلوا من عليكم أي ضغوطات وابدأوا بقى اخرجوا وتفسحوا. سواء هتنزلوا مع أهليكم أو مع أصحابكم أو مع نفسكم، اخرجوا بقى وتفسحوا. خامس بقى حاجة هقول لكم عليها النهاردة اللي هي نبدأ نفتح مشروعنا الخاص. سواء بقى هتفتحي مشروع لبس او هتفتحي مشروع ميك اب ومستحضرات تجميل، اي مشروع انت تحبيه. انا عندي كتير من اصحابي الحمد لله يعني فتحوا المشروع ده ومش ماشي معاهم كويس جدا. فبصراحة المشاريع دي حلوة جدا، وكمان مشروع الاكل اللي هو الدوناتس. فبجد ابدأوا في مشروعكم الخاص، وكمان ممكن تبدأوا تنزلوا فعليا في الحياة المهنية. لو انتوا في جامعات ابدأوا انزلوا في الحياة المهنية، بتبقى حاجة كويسة جدا. سادس حاجة نقدر نعملها ان احنا نبدأ نطبخ طبخات جديدة. الطبخات الجديدة دي بتطلع الطاقة اللي جوانا وبتخلينا كده نبدع. عندكم فيديوز كتير على اليوتيوب بتعلمكم الطبخ، وكمان ممكن تسألوا حد يعني انتوا عارفينه بيطبخ حلو، تسألوه على طبخة معينة وهو يدوكوا الريسيبي بتاعتها، او تشوفوا الريسيبي من على النت. اليوتيوب يعني مليان وصفات وحاجات زي كده. سابع حاجة نقدر نعملها ان احنا نتفرج على حاجات احنا كنا راكنينها كده من ايام الدراسة، نقول لا مش هنتفرج عليها دلوقتي، استنوا لما الاجازة تيجي. نبدأ بقى نتفرج على الحاجات دي دلوقتي، نجهز حاجة كده وبنبدأ بقى نقعد نتفرج على الفيلم او المسلسل او اي حاجة انتوا كنتوا ناويين تتفرجوا عليها بس مأجلينها. تامن حاجة نقدر نعملها ان احنا نبدأ نتعلم مهارة جديدة. اهم استثمار ممكن نعمله في حياتنا ان احنا نبدأ نستثمر في نفسنا، نتعلم بقى مهارات جديدة، سواء هنتعلم برمجة، مونتاج، تصوير، ديزاين. كل الحاجات دي اكيد احنا سمعناها على النت. خلوا بالكم كل مهارة بتاخد وقت، يعني البرمجة هتاخد وقت جدا جدا جدا. فاختاروا اكتر مهارة انتوا حاسين انكم كده مليلين ليها وابدأوا تعلموها. كل يوم خدوا لكم كده وقت بسيط، نص ساعة ساعة في اليوم، وابدأوا تعلموا المهارة دي حاجة كويسة جدا تقدروا تعملوها في اليوم. تعالوا بقى نخش على رقم 9. رقم 9 ان احنا نبدأ نقرأ كتب، ونحاول ان احنا نبني عندنا عادة القراءة دي. ده بيوسع المدارك بتاعتنا وبيخلينا نقرا تجارب جديدة، نقرا حاجات جديدة ممكن نطبقها في يومنا. فدي حاجة كويسة جدا. اخر حاجة النهاردة معانا ان احنا نبدأ نهتم بنفسنا، نعمل ماسكات لنفسنا، نشوف فيديوز عن العناية بالنفس، العناية بالذات. دي اكتر حاجة بجد بتفرق في نفسيتنا جدا وتحسسنا بثقة في نفسنا، بتحسسنا كمان بحب لذاتنا وحب لنفسنا. كده يكون انتهى الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب لو انتم جداد معانا في القناه عشان تنضموا لعيلتنا على اليوتيوب. وبس كده، مع السلامه يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد.